الرجل الذي ضرب بالبرق 7 مرات. تخيل أن يضربك البرق مرة واحدة، غالبا لن تنجو، لكن ماذا لو حدث ذلك مرتين أو 3 مرات؟ نقطة استفهام. هناك رجل في العالم ضربه البرق 7 مرات كاملة، ومع ذلك بقي على قيد الحياة. قصته جعلته يدخل موسوعة الأرقام القياسية جينيس، وأصبح معروفا بلقب الرجل الذي يطارده البرق. ولد روي سوليفان في الولايات المتحدة، وكان يعمل حارسا في حديقة وطنية وسط الجبال والغابات. كانت وظيفته أن يحرس الطبيعة ويراقب الغابات، لكن هذه الطبيعة نفسها كانت تخبئ له شيئا غريبا. فالغابات والجبال مكان تكثر فيه العواصف الرعدية، والبرق يضرب الأشجار كثيرا. لكن لم يكن أحد يتوقع أن البرق سيضرب نفس الرجل مرات عديدة. في عام 1942 كان روي يعمل داخل برج مراقبة في الغابة، وفجأة ضرب البرق البرج بقوة. اشتعلت النيران بسرعة، واضطر روي إلى الهروب، لكن قبل أن يبتعد أصابه البرق في ساقه. هذه كانت أول مرة ينجو فيها من ضربة برق. ظن أن الأمر مجرد حادث نادر، لكن القصة لم تنتهي هنا. مرت سنوات، ثم ضربه البرق مرة ثانية أثناء عمله في الحديقة، ثم مرة ثالثة، ثم رابعة. وفي إحدى المرات كان يقود شاحنته، فضرب البرق الشاحنة وقفز إلى داخلها وأصاب قدمه. وفي مرة أخرى كان يمشي في الحديقة عندما رأى سحابة سوداء تقترب. حاول الهروب، لكن البرق كان أسرع منه، ضرب رأسه وأحرق شعره. آخر مرة حدثت سنة 1977. كان روي يصطاد السمك قرب بحيرة هادئة، وفجأة ظهر برق قوي في السماء وضربه مرة أخرى. كانت المرة 7 في حياته، ورغم كل ذلك نجا مرة أخرى. بعد هذه الحوادث الغريبة دخل روي سوليفان موسوعة الأرقام القياسية كأكثر إنسان تعرض لضربات البرق في العالم. الكثير من الناس قالوا إن حظه سيء جدا، لكن في الحقيقة ربما كان حظه جيد، لأنه نجا من شيء قد يقتل الإنسان في ثانية واحدة، لكنه نجا من شيء قد يقتل الإنسان في ثانية واحدة. السؤال الغريب هو: كيف يمكن أن يضرب البرق نفس الشخص 7 مرات؟ هل هي مجرد صدفة نادرة؟ أم أن بعض الناس يطاردهم الحظ بطريقة غريبة؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات، وضع لنا مشاركة وإعجاب، وشكرا لزيارتك.